ما شاء الله على الخبز وجماله، شايفين جماله؟ هش وطري وطعمه تحفة، جربوه هيعجبكم كتير. بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور، كل حاجة حلوة على كل حبايبي ومتابعين الكرام اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل، عشان كل ما انزل حاجة جديدة يوصلكم بها إشعار على خير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض خبز حلو جدا جدا، ممكن تسميه خبز أو فطاير سهلة وبسيطة وشكلها حلو وطعمها أحلى، وكمان هتبقى تنفع معاكي عشاء، تنفع معاكي غدا، فطار تحفة. يلا بينا نقول مكوناتنا على بركة الله. عندي المكونات بتاعتي 1.5 كيلو من الدقيق، وانت اعملي على حسب عدد الأسرة بتاعك. وهضيف ل1.5 كيلو الدقيق نص كيلو من دقيق القمح الكامل، هيديله طراوه وطعمه حلو. ولو عايزه تستغنى عنه مفيش اي مشكله، ممكن تستخدمي دقيق الفينو بس كده زي ما هو. عندي معلقه من البيكنج باودر، باكو من الخميره بمقدار معلقتين، كوبايه من الزيت على السمنه، علبه زبادي، بيضتين، سمسم، حبه بركه دول للزينه على الوش. عندي هنا معلقه من السكر، معلقه من الملح، وكوبايه من الحليب، والميه اللي احنا هنشتغل بيها. يلا بينا نبدأ الفيديو ونعجن على بركة الله. جهزت الطبق اللي انا هشتغل فيه، حطيت فيه الدقيق بتاع القمح كده، ونص الكيلو الدقيق. هنزل بالنص التاني من الدقيق الابيض. كنت تقللي الكمية براحتك يعني. هنزل هنا بالملح والسكر، وكمان الخميرة، معلقة البيكنج باودر، والزبادي. ممكن تستخدمي مكان الزبادي والحليب ممكن تستخدمي لبن رايب، هيبقى طعمه حلو برضو، وهيدي طراوه حلوه جدا للخبز. هنزل هنا بالحليب، وهنزل في الوقت ده بنص كوبايه السمنه مع الزيت، واقلبهم في بعض كده بالشكل ده. والميه زي ما احنا عارفين هننزل بيها واحده واحده. لازم احط السمنه في المرحله دي، تدي للخبز نعومه وهيبقى حلو. هنزل بالكميه التانيه من الدقيق واحده واحده برضو، وانزل بالميه واحده واحده. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. كده خلصنا العجينه بالشكل ده. فاضل معانا هنا حبه من السمنه على الزيت، هنكمل بيهم عجن. العجينه ما تكونش معاكي ولا طريه ولا ناشفه، تكون متوسطه كده عشان نعرف نمسكها ما تلزقش في ايدينا. كده انا ظبطتها بالسمنه مع الزيت ولفيتها كويس جدا جدا، غلفتها يعني، وهغطيها لما تخمر. نرجع نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله. كده هنقطع العجينه على قد الرغيف اللي احنا هنعمله. بعد ما نقطعهم هنرصهم كده، وهنسيبهم لغايه ما يخمروا مره كمان او يستريحوا بمعنى. اقطعهم كلهم بالشكل ده ونرجع نشكلهم مع بعض. وكده رجعت لكل حبايبي بعد العجينه بتاعتي ما خمرت، بعد ما قطعتها بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، واستريحت كده على الاخر.
المكون اللي احنا هنعمله في العجينه، هنجيب كميه من السمنه مع الزبده او زيت مع سمنه. قلبناهم كويس جدا جدا. ممكن نضيف لهم ربع معلقه صغيره من النسكافيه او من القهوه. هناخد اول قطعه احنا عملناها، هندهن ايدنا بس حبه صغيره من السمنه. بعدين هاخد المكون اللي انا عملته من البيض والسمنه واغطي بالرغيف. هنرش هنا شويه من حبه البركه، ممكن كمان نحط السمسم معاه. عملت الصينيه دي كمان وهدهنها بالبيض والسمنه مع بعض. طبعا انا عندي كميه كبيره فممكن تزودي بيض تاني لو البيض ما قضاش معايا. هنرش ده السمسم، ممكن ما تحطوش على وشهم اي حاجه خالص، تدخلوهم ساده كده وبرضه هيبقوا حلوين. هكمل كل الكميه اللي معايا بالشكل ده ونرجع نكمل الفيديو. رجعت لكم بعد ما خلصت كل الكميه اللي معايا وعملتها بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله كميه زي الفل. هنشغل الفرن، هنحطهم في الرف اللي من تحت، ولو احتاجوا الشوايه هنحمرهم تحت الشوايه، وهنرجع نكمل الفيديو ان شاء الله ونشوف الجمال ده مع بعض. كل اخواتي وحبايبي رجعت لكم بعد ما خلصنا الخبز او الفطير بالشكل ده. هو يتقال عليه فطير من جماله وحلاوته. شايفين الجمال؟ قطع معانا كميه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا وطري وهش. شايفين الجمال؟ بصوا شايفين جماله والطعم بسم الله ما شاء الله تحفه، هيعجبكم كتير. بصوا تحط عليه بقى جبنه كده. شايفين الجمال؟ شايفين الطراوه والهشاشه بتاعته عامله ازاي؟ تحط عليه جبنه كده او اي حاجه انتوا عايزينها. طعمه خطير وسهل زي ما شفتوا طريقته وبسيط جدا وهيعجبكم كتير. قولوا ايه رايكم بقى في الفيديو. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.